السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كيفكم؟ إن شاء الله تكونوا بأحسن حال. ما تنسوا الصلاة على النبي، اللهم صل على سيدنا محمد. في فيديو أنا نزلته لأختي وبناتها، بدهم في فيديو آخر فيديو أنا نزلته لأختي وبناتها اليتامى، فطلبت من في الفيديو كمان روحوا احضروا وشوفوا إنها هي طلبت مساعدة لبناتها ودعم شهري يكون إلهم كفالة لبناتها كمان تحديدا. فللأسف يعني ما حدا شاف الفيديو وحضر الفيديو للنهائي وشاف صوت أختي ووصل حتى صوتها للناس والمتبرعين لو بإشي بسيط يتبرعوا. للأسف هذا ما حصل، الله المستعان. فبتمنى منكم تساعدوها هاي العائلة والبنات اليتامى، حد يكفلهم لو بإشي بسيط يعطيهم ويتبرع لهم. بتمنى منكم ما تنسوهم وتنسوا كمان اليتامى. يتامى غزة بحاجة لدعمكم المستمر، بتمنى منكم تساعدوهم لو بإشي بسيط. كمان احنا هلا عبر قناتي هذه راح نعمل حملة لليتامى اللي حابب يتبرع بسلة غذائية يساعدهم للعائلات اليتيمة عبر قناتنا هذه. وهذه القناة مصدر رزقنا ومصدر رزق عائلات غزاوية اللي حابب كمان يساعدنا ويوفر هلا نوفر حق سلة غذائية للأطفال ونفرح الأطفال ونرسم على وجوههم الابتسامة. أتمنى منكم تساعدوني عبر قناتي هاي نساعد الأطفال اليتامى، وأجركم عند الله لا يضيع في ميزان حسناتكم. الله يبارك فيكم في كل واحد راح يساعد اليتيم ويرسم الابتسامة على وجهه حتى لو بإشي بسيط يساهم. الله يبارك فيه ويحفظه. اللي حابب يساعد هذول الأطفال اليتامى والعائلات اليتيمة والأرامل يتواصل معاي عبر حسابي الواتساب اللي ظاهر على الشاشة حتى نوفر سلة غذائية. هلأ إلهم عائلات كتير محتاجة لسلة الغذائية في قطاع غزة والوضع كتير صعب. صح انتهت الحرب ولكن دعمكم نتمنى ما ينتهي، لأن الوضع في قطاع غزة كتير صعب وبحاجة لدعمكم المستمر معنا في قطاع غزة. ومثل ما حكيت اللي حابب يساعد هذول الأطفال اليتامى نوفر لهم سلة غذائية تواصلوا معي عبر حسابي الواتساب. ما تقصروا معنا ولا مع العائلات الغزوية اللي بحاجة لدعمكم المستمر. وأنا هاي القناة فتحتها باب مصدر رزق إلي ولعائلات الغزاوية. بتمنى دعمكم ما يقف معايا لا معي ولا مع العائلات الغزاوية اللي بحاجة لدعمكم المستمر. بس للأسف قناتي في الدعم كتير ضعيفة، ونادر جدا لو لقيت حدا داعم أو بإشي بسيط يعني ساعد وداعم. الحمد لله على كل حال. بتمنى منكم عبر هاي القناة تنشروا لي إياها وتتفاعلوا فيها. وإذا كمان بتعرفوا حد بداعم وبساعد أهل غزة ترسلوا له هذا الفيديو أو تعطوه حسابي الواتساب حتى يقدر يساعد هدول الأطفال اليتامى والأرامل اللي بحاجة لدعم. مثل ما انتم بتعرفوا أطفال غزة هاي السنة الثالثة إلهم من دون تعليم، وحسبي الله ونعم الوكيل في كل حد ظالم هدول الأطفال من الدراسة. يعني كتير أطفال ما بيعرفوا يقروا ويكتبوا وما خشوا مدارس في قطاع غزة للأسف. حسبي الله ونعم الوكيل.
اليوم الطفل دراسته وتعليمه إنه إيش بروح على التكيات، بدور على التكيات أو بجري ورا شحونة المية. هذه دراسة الطفل اليوم. حسبي الله ونعم الوكيل. للأسف أطفال غزة ما بعيشوا حياتهم مثل الأطفال التانية، أو بمارسوا حياتهم مثل الأطفال التانية. أطفال غزة في الشوارع وورا التكيات والمية. للأسف هذه حياة أطفال غزة. فعلشان هيك لو بإشي بسيط ساهم وساعدهم وارسم على الابتسامة على وجوههم، لأنهم فقدوا كتير أشياء في هذه الحرب، وطفولتهم البريئة ضاعت ومحدش حاسس. أطفال غزة بحاجة لدعمكم، تحديدا كمان اليتامى اللي ما إلهم حدا ولا معين للأسرة، بحاجة لدعمكم. ومثل ما حكيت هاي القناة مصدر رزق إلي وللعائلات الغزاوية، وإن شاء الله يكون أجرنا عند الله عظيم وما بيضيع. كل حد بيساعد الله يبارك فيه ويوفقه، يكون معاه بكل خطوة ربي. بتمنى منكم تساعدونا وما تقصروا معانا، لا معي ولا مع هدول الأطفال الأبرياء اللي أحلامهم ضاعت وطفولتهم ضاعت. 3 سنين بدون تعليم وبدون دراسة. هذه حياة أطفال غزة هلأ اللي بعانوها وما زالهم بعانوها لحتى الآن، من بداية الحرب لحتى الآن. الله المستعان، ربي يكون معنا دائما. ما تنسى اللي وصل معي لهان ما ينسى يشترك في القناة ويحط لنا لايك ويكتب لنا كومنت حلو وينشر هذا الفيديو حتى يصل لعدد أكبر، ويصل كمان للمتابعين اللي بتبرعوا بيساعدوا ان الأطفال في غزة حتى الصوت يصل لهم ويقدروا يساعدوا هدول الأيتام والأطفال اللي بحاجة لمساعدة. في ميزان حسناتكم كل واحد راح يساعدني ويساعد هدول الأطفال. بارك الله فيكم، في أمان الله ورعايته.